السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الناس ديال الباك حر. اليوم بحال كل عام نفس السيدية، نفس السيناريو كيتعاود على الباك ليبر. كلشي كيتسنى وقت التسجيل، كلشي كيسول واش السيت تحل ولا مازال. ملي كيتعطل وقت التسجيل كيكثروا الشائعات وكيكثر القيل والقال. كل فينا كيبدا يالف شي قصه، شي كيقول السيت غيتاجل، شي كيقول غادي يتحطوا شروط جديده، وشي كيقول اللي سقط العام اللي فات ما عندوش الحق باش يتسجل هذا العام، وشي كيقول الباك حر هذا العام غادي يتلغى. ولكن الحقيقه شنو هي؟ واش بصح التسجيل غادي يتاجل؟ واش كاينه شي شروط جديده؟ علاش ديما كتكون هاد الغموض في الباك ليبر؟ في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوضح لكم الامور، غادي نجاوب على اهم الاسئله اللي كدور واللي كنسمعها في الجروبات ديال الفيسبوك ولا ديال الواتساب. ان شاء الله غادي نحيدوا هذا اللبس هذا اللي كاين في هذا الموضوع باش الامور توضح على الاقل بما لاحت الوزاره شي بيان رسمي باش يكونوا الناس فاهمين اشنو كيديروا. التسجيل فعلا تعطل شويه هذا العام مقارنه مع السنوات اللي فاتت. مثلا العام اللي فات السيت تحل نهار 15 في شهر 11، تحل السيت العام اللي فات. هذا العام هانتوما كتشوفوا حنا راه في 21 11 2024 ومازال ما كاين والو. ولكن الوزاره باقا ما خرجت لنا حتى شي اعلان رسمي كتشير للتاجير، لا التاخير الكبير اللي دارت او لا غدير شي شروط جديده. المهم الحاجه اللي غادي نقول لكم هي ما تصدقوش اي خبر شفتوه من غير المصادر الرسميه، مثلا من وزاره التربيه والتعليم او من شي مواقع اللي هي موثوقه. مثلا غادي نشرح لكم كيفاش تعرفوا السيت واش تحل ولا مازال. شوفوا معايا هانتوما، غادي ندخلوا لجوجل بحال هكا بلا ما تبقاو تسولوا الناس واش السيت تحل. كاين اللي كله غيبدا يعطيكم شي كذبه ولا كله يبسط لكم. خويا باش عرف من راسك من المصادر الموثوقه. سير اخويا لجوجل راه ساهله، دير كونديدا باك، غتكليكي عليها غتعطيك الباج الاولى غتدخل لها. ملي غتدخل لها غتعطيك السيت ديال بوابه الترشيح ديال الباك. ها هو ملي غتعرفوا ان السيت تحل راه غتعطيكم واحد لافليش هنا في هاد البلاصه هادي فيها الدخول. هنا كتعطيك غير تسجيل الدخول، يعني تسجيل الدخول يعني هنا كتعطيك مازال ما تحلش. انا هذوك الناس اللي فايتين مقيدين كيدخلوا، يعني غتعطيك المود باس ديال العام اللي فات. اما فاش كيتحل السيت كتعطيك واحد لافليش هنايا ديال الدخول، كتكليكي عليها هنا كتعرف باللي السيت تحل. اولا باش تعرف شي خبر موثوق سير اخويا لوزاره التعليم، دخل هنايا ودير وزاره التعليم، ها هي، ودخل السيت ديال وزاره التربيه وسير اخويا لهنايا بلاصه البلاغات وغتدخل ليها. لقيتي هنايا شي بلاغ مليوح على الباك ليبر راه عرفوا انه رسم جاي من هاد الوزاره. لقيت سمعتي من شي جهه اخرى اخويا راه بلا ما يعني هنايا كتشوفوا راه ما كاين حتى شي حاجه كيدويو على الباك ليبر. هاد العام راه ما هضروش على الباك ليبر بصفه نهائيه، ما عرفتش علاش. المهم راه الاشاعات راه غير تخربيق وكتخلع الناس بلا حتى شي سبب. هذه نصيحه للناس اللي باغيين يتسجلوا العام، كونوا موجودين على الاقل، كون موجود الوثائق ديالك، الصور الشمسيه ديالك، البطاقه الوطنيه انها تكون فاليدي وتكون صالحه. حاول انك تبريباري الدروس ديالك ولا على الاقل تكون عارف الشعبه اللي باغي دير. خذ عليها واحد المعلومه شامله، عرف الدروس اللي غتراجع باش ما تبقاش تعمر راسك واش السيت تحل، واش داروا هادي واش داروا هادي. خوي راسك من داكشي، بريباري المسائل ديالك. وإلا كنتي كتفكر في باك ليبر هاد العام غنقول لك اخويا سير خدم على راسك من دابا، بدا تبريباري الدروس ديالك من اليوم سير بدا تبريباري الدروس ديالك. خدم لك المات، خدم لك الفيزيك، سير حفظ لك الأورو الدروس الادبيه. ما تضيعش وقتك في الهضره الخاويه وفي الاشاعات وفي القيل والقال. الرساله راه واضحه، تخليش ان الاشاعات ان تخلط عليك الامور. كيف ما قلت لكم، غير تثبت شي معلومه انك تاخذها من المصدر. ركز على الهدف ديالك، حيت الناس اللي مريقلين وعندهم طموح راه بريباراو الباك ديالهم من الصيف، هما تيخدموا، هما تيحفظوا الدروس ديالهم، هما تيبريباراو المسائل ديالهم. الخلاصه هي الشائعات راه ديما كتكون مع الباك ليبر، راه فيما كيتلاح الباك ليبر كل عام تيتلاحوا مع الشائعات. ولكن المهم هو تكون مركز على الهدف ديالك، ما تخليش هاد الاشاعات تضيع لك وقتك. خصك تعول على راسك وتبقى متابع المعلومه الصحيحه، ما تبقاش تسول من والا. الا كان عندك شي سؤال ولا مازال ما فهمتيش شي حاجه خلي لي تعليق تحت الفيديو وغادي نحاول نجاوبك. بارطاجيو هاد الفيديو مع الناس اللي مهتمين حتى هما بالباك ليبر، حيت راه بزاف منكم غادي يعاني من هاد المشكله ديال الاشاعات وديال القيل والقال. المهم تلاقاو في الفيديو الجاي، السلام عليكم.